ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. رجعت ليكم بقى بوصفة حلوة جدا ان شاء الله هتعجبك. تنفع معاكي عشاء وتنفع معاكي لانش بوكس، حلوة جدا واولادك هيحبوها كمان. كنا قاعدين عايزين الاولاد يتعشوا ومش عارفة اعمل ايه عشاء، فعملت الفطاير اللذيذة دي. حاجة كده تحفة مش مكلفة ابدا. والحشوة كمان بتاعتها بسيطة ان شاء الله تعجبك. انا ويلا، ولو اول مرة تشوفيني اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر جرس الكل عشان يوصلك الفيديوهات اللي بقدمها. يلا نبدأ مع بعض الحلقة ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مكوناتنا بسيطة جدا. أنا هعمل كيلو من الدقيق. تقدري انتي لو عدد أفراد الأسرة بتاعك قليل فتقدري تعملي نص كيلو من الدقيق، وتقسمي طبعا كل المكونات اللي هنحطها هتعمليها تقسميها بالنص. حطيت معلقة من كبيرة من الخميرة، وحطيت تلت كوباية من السكر، وحطيت كوباية كده من اللبن الرايب. وهكمل بقية العجن بتاعي بمية. هتكون الفطاير حلوة جدا وطرية، حاجة كده تحفة. تقدري طبعا لو عندك عجان فانت هتعجني بالعجان، لو على ايدك فنفس التكنيك او نفس الخطوات كده وهتعجني على ايدك. بعد ما حطيت الخميرة والسكر والسوائل وسبتها 10 دقايق الخميرة اتفعلت، رحت نزلت بالزيت ب100 جرام من الزيت اللي هي نص كوباية من الزيت. وهتقلبي كويس جدا، وهترشي رشة كده من الملح، وبعدين بقى هتروحي تنزلي بكيس الدقيق بتاعك. نفس الخطوات دي يا بنات زي ما قلتلك، على ايدك هتحطي السوائل وبعدين تحطي الدقيق وتعجني، ولو احتاجت العجينة معاكي هتحطي السوائل شوية بشوية. كيلو الدقيق يا بنات بياخد كوبايتين وربع من الاكواب المعيارية، عشان احنا مش حاطين اي اضافات تاني، وبيكون معاكي العجينة مظبوطة جدا. وجيت في الاخر رحت حطيت معلقة من الزيت علشان العجينة تنعم معاكي وتكون ملساء كده وحلوة. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. هتيجي بقى تلميها وتدهني وشها بالزيت، وتغطي البولة بالاسترتش راب وتسيبيها تختمر. هي نص ساعة هتكون معاكي زي الفل في مكان دافي. هنيجي بقى يا بنات في النص ساعة دي هنروح بقى نجهز الحشوة بتاعتنا. زي ما انت شايفة انا جبت جبنة رومي وفرمتها في الكبة مع زيتون ومعلقة من الزعتر. حاجة كده تحفة. الميكس ده حلو جدا مع جبنة موتزاريلا، بيكون حلو جدا وطعمه لذيذ جدا. وكمان سلقت بطاطس، بطاطس مسلوقة، وهحط عليها زي ما انت شايفة هقطع عليها ايه، آه عود كده من البصل الاخضر ومعلقة من الفلفل الحامي متقطع صغير جدا. ممكن تحطي معلقة هريسة، وهنحط شوية كمان من البقدونس والكزبرة. وبعدين بقى تتبلي البطاطس المهروسة بتاعتك بالتوابل اللي تحبيها. انا حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت ربع معلقة كده من الكزبرة، ربع معلقة كمون وتوم باودر وبابريكا. انت تقدري تتبلي البطاطس بتاعتك بالتوابل اللي انت تحبيها. ممكن ملح وفلفل بس، ممكن ملح وفلفل وتوم بودرة بس، فبراحتك. شايفة بقى الشبت بقى مع البطاطس المهروسة حاجة تحفة جدا. هنهرس كل الخليط ده كله مع بعضه، هيكون معاكي بالشكل ده اللي انت شايفاه. طبعا الحشوة تقدري تغيري فيها براحتك. ممكن لو عندك لحمة مفرومة متعصجة تحطيها مع البطاطس، ممكن تحطي معاها بسطرمة، ممكن تسيبيها سادة زي كده. ممكن كمان تغيري في الحشوة زي ما تحبي. ممكن تكون جبنة فيتا محطوط عليها بقدونس مع نعناع مع زعتر، اللي يريحك. زي ما انت شايفة العجينة اختمرت معايا، ورحت ايه بقى فشيت خمر العجينة وهقطعها كده لكور متساوية من العجين، وهترصيهم بقى على الرخامة ممسوحة بمسحة بسيطة جدا من الزيت وهنغطي بقى يا بنات العجين بالشكل ده، سواء بقى بكيس او بفوطة زي ما انت شايفة كده. هتمسكي بقى اول واحدة انتي عملتيها، وبعدين هنفردها بالشكل ده، هنبططها كده، وبعدين بقى هنحط عليها الحشو بتاعنا.
هتحطي حشو البطاطس وتقفلي العجينة بتاعتك بالشكل ده، وتبططيها بقى كويس جدا. احنا عايزين سمكها رفيع علشان تستوي معاكي وما يكونش فيها اي عجين من جوه. شايفة؟ بس يا بنات عايزة اقولك على حاجة، ما ينفعش تعمليهم كلهم وتركنيهم وبعدين ترجعي تسوي، لا انتي اعملي واحدة وسويها، وعقبال ما هتستوي هتكوني عملتي الواحدة التانية. يعني انتي عملتي دي كده، فتروحي بقى تسويها على البوتاجاز. انا هوريكي التسوية في الخطوة اللي جاية. تقدري بقى تنوعي في الحشوة. انا عملت بطاطس لوحدها، وعملت بطاطس مع جبنة، وعملت جبنة لوحدها، فبراحتك. الجبنة الصراحة دي يا بنات، انا قلت لكم ان هي حشوة بسيطة ومش مكلفة. الجبنة الصراحة دي انا كنت شايلاها من ايام الرخص، يعني كان كل ما اجيب جبنة رومي من زمان خالص، يعني من شهور كده، كنت اخد اللي انا عايزاه واشيل الباقي في الفريزر. فالصراحة نفعتني جدا. فطبعا انت لو مش متوفر عندك جبنة رومي، فتقدري تعملي جبنة فيتا عادي، تقدري تستغني خالص عن الجبن وتعمليها بطاطس بس، هتكون زي الفل. هنيجي بقى يا بنات للتسوية. الطاسة بتاعتي سخنة بس على نار وسط، وممسوحة كده بمسحة من الزيت، يعني الطاسة ممسوحة كده بفرشة من الزيت. وبعدين بقى هننزل الفطاير بالشكل ده. اول ما القعر بتاع الفطاير يتشمع وتحسي كده ان هو خلاص اتشمع وخد لون، هتروحي تقلبيها على الناحية التانية. مش بتاخد اي وقت وبتكون استوت معاكي، وهتفضلي بقى تقلبيها من الجنب ده للجنب ده لحد ما هتلاقيها استوت وخدت كلها لون حلو. وفي نفس الوقت هتلاحظي كده ان الفطاير بتاعتك بتنفخ شوية كده، فهي كده خلاص تمام استوت وما فيهاش اي حاجة يعني نية من جوه ولا اي حاجة. شايفة؟ هي اتشمعت على اول جنب، رحت قلبتها على الجنب التاني اتشمعت، وبعدين رجعتها بقى على الجنب الاولاني، وهسيبها بقى لحد ما تحمر شوية. هتلاحظي بقى ان هي الفطاير بدأت تنفخ معاكي. كله ده يا بنات على نار وسط، بلاش نار عالية علشان ما تتحرقش منك، وفي نفس الوقت ما تبقاش يعني ايه زي عجين كده من جوه. شايفين يا بنات؟ هتكملي طبعا كل الكمية بالطريقة دي. هوريها لك دلوقتي وهي منفوخة. يلا لا بقى، لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك. شايفة نفخت معايا ازاي؟ انت هتلاحظي وانت بتسويها ان هي بتنفخ معاكي جدا، فهي كده خلاص تمام، هي كده خلاص استوت. وقدميها بقى لأولادك مع كوباية شاي أو حاجة ساقعة، حاجة كده زي العسل، حلوة جدا للعشاء، وكمان لسندوتشات المدرسة حلوة جدا. زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله، مستوية من جوه وخفيفة جدا وحلوة. شايفة شكلها؟ بقولك ان هي مش تخينة، انت بلاش تخليها تخينة علشان التسوية بتاعتها ما تكونش متعبة معاكي. شايفة رقيقة ازاي؟ وشايفة حشوة البطاطس تحفة جدا، حشوة البطاطس وطعمها روعة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبك، وأكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة بسيطة، واستنوني في فيديوهات جديدة. باي باي.